قول كلمة. يعني اقول كده. قول كلمة نصيحة لأي شاب في مصر. طب قول لي انت، قولها لي عشان انا مش فاهم. يعني ايه رأيك في الوضع اللي فيه شباب مصر دلوقتي؟ طب يلا ابدأ، قول لي اول ما تقول لي ابدأ. يعني احنا بدأنا الفيديو عادي يعني طيب من غير مونتاج يعني عادي. ايه رأيكم يا جماعة في الوضع اللي بيحصل في مصر دلوقتي؟ انت قول بقى وما الناس شغال ذلك. والشرطة دلوقتي فقدت مصداقيتها ولا لسه ما فقدتش مصداقيتها؟ عادي يعني. هو الشرطة، هي الشرطة دلوقتي عاملة زي البضان. احنا عايزين نطلع بصورة محترمة. لا ما انا عاملة ملهاش لازمة يعني، ولا بتعمل ولا ما بتعملش. لا بتعمل ولا بتعمل. يعني الأول كانت ممكن تعذب شوية بس تمسك شوية. هل الحل هيفضل كتير؟ هم دلوقتي الشرطة قال لك ايه؟ عارف الشرطة تقول لك ايه؟ ايه؟ يقول لك اللي احنا ايه؟ خلي الثورة تنفعكم، صح؟ تمام. دلوقتي بس انها تحس بتشوف عسكري ماشي في الشارع دلوقتي. انا والله يا محمد خريج 2001 لحد دلوقتي بدور على شغل. وعندك كام عيل؟ وعندي عيلين، عندي ياسين وعندي يتيم. وجاي في السكة؟ وبكالوريوس، واللي جاي في السكة في الشهر الرابع. وبكالوريوس سياحة وفنادق، وبعمل دبلوم في إدارة الفنادق كمان. عادي يا حماد، يعني كلنا في الهوا سوا. فيا رب البلد حالها يستريح، مش طالب أكتر من كده. طيب ممكن بقى أقول كلمة؟ ممكن. إيه كويس؟ والله أنا رأيي من رأيك يا حمادة، بس ما تقعدش تلف بقى. تعالى كده عشان أنا قاعد في. طيب أنا رأيي من رأيك، أنا برضه خريج خدمة اجتماعية سنة 2000. تمام. وكانوا عاملين خدمة اجتماعية 9 وظايف. تمام. وبندرس إعلام وسافرت شرم لا لفيت، رحت شرم ورحت الغردقة ورحت مرسى علم. مش لاقي استقرار. لفيت مصر كلها، وكنت أروح السعودية واتنصب عليا، وكنت أروح الكويت واتعرض على شغل في الكويت، بس يعني شغل في الكويت يعني مش لاقي نفسك. شغل مهانة يعني، ما خدتش أنا بكالوريوس عشان أروح أشتغل حاجة أقل من بكالوريوس في أي حتة. تمام أكيد طبعا. أنا طبعا أنا عمري ما اشتغلت في الخدمة الاجتماعية طبعا. ولا فاكر حاجة عن الخدمة الاجتماعية. ولا أنا فاكر حاجة عن السياحة وفنادق. يعني الخدمة الاجتماعية مش فاكر حاجة عنها خالص، غير إن حتى اسمها مادة والله ما فاكرها يعني. مش فاكر غير علم نفس الاجتماع، أنثروبولوجيا. مش فاكر الأنثروبولوجيا دي يعني كانت مادة هي الوحيدة اللي كنت عارفها، عشان كانت بتتكلم عن إيه؟ عن حياة الناس اللي إحنا فيها، الأرض اللي إحنا فيها. الله يكون في عونك. يا رب عدها على خير. رب يعديها على خير. نخلص من الكابوس اللي إحنا فيه. يا رب يا رب اشوفك. يا رب. ويا رب اشوفك كده سلاوي بإذن الله، متجوز وعندك عيال كده ومستقر في شغل يا أنا رب. مش عارف، أنا مش زعلان إن أنا ما اتجوزتش. أنا شقتي شغالة أهي حلوة الحمد لله، ممكن أتجوز من الصبح. بس أنا هتجوز دلوقتي عندي واحدة إيه؟ هتجوز واحد جنبها؟ لا لازم تشتغل طبعا. أي نعم.